كنت راجع من الشغل متأخر والدنيا بتمطر بشكل غريب. لقيت بنت جميلة جدا واقفة لوحدها في الشارع، شكلها بريء وعيونها بتلمع في الضلمة. عرضت عليها أوصلها ووافقت بهدوء غريب. طول الطريق كانت ساكتة، بس كل شوية تبص لي بابتسامة مرعبة فيها حب وشيء مش طبيعي. اسمها كان مريم. وصلنا لفيلة كبيرة جدا مهجورة، شكلها مرعب من بره. قالت لي: ده بيتي، تعال ادخل معايا شوية. ولأول مرة في حياتي حسيت قلبي بيقول لي أهرب، بس رجليا دخلت. أول ما دخلت الباب قفل لوحده. البيت كان مليان مرايات، وكل مراية فيها انعكاسي بيصرخ. فجأة لقيت مريم واقفة وبتقول لي: أنا بحبك من زمان، من قبل ما تتولد وأنا مستنياك. ابتسمت ووشها بدأ يتغير. لحظة، هي مش بشر، دي جنية وعشقتني. قالت لي: مش هتخرج من هنا، مش هخليك تبعد عني حتى لو حاولت. أنا اسمي آدم، وحاولت أهرب. لقيت نفسي بتلف نفس الغرفة. البيت كله بيتغير، السلالم بتتحرك والجدران بتقفل عليا. ظهر قدامي كيان أسود بيهاجمني، بس مريم ظهرت وقالت له: ابعد عنه، ده ليا أنا بس. ودمرت الكيان بصرخة واحدة. الرعب اتحول لحب، والحب اتحول لسجن. قالت لي وهي بتمسك إيدي: لو بتحبني هتفضل معايا هنا للأبد. بس أنا كنت لازم أهرب، ورجعت أخدعها. فتحت باب من ورايا وجريت، بس قبل ما أخرج سمعت همستها في ودني: هتشوفني في أحلامك كل ليلة، وهتفضل ليا غصب عنك.